هو أنا فيا إيه غلط؟ ساعات بحس إني بنهار من أقل حاجة بتحصل. ليه دايما في خضة كده في قلبي من غير سبب واضح، أو توتر شادد رقبتي وكتفي؟ وكمان الإرهاق ده لمجرد إني بفكر في بكرة. بحس إني لوحدي خالص في معركة جوايا ومحدش شايفها. لا خالص، مفيش فيكي أي حاجة غلط أبدا. الإحساس ده مش معناه ضعف على فكرة، ولا تقصير منك. دي طبيعة إنسانية جدا، ممكن نعتبره زي صوت جواكي بيحاول يتكلم بقاله كتير قوي، ومحتاج بس حد يسمعه. صوت؟ صوت إيه ده؟ أنا ساعات بحس إني مش فاهمة أي حاجة غير إني تايهة ومش عارفة أنا مين أصلاً أو عايزة إيه بالظبط. ووقت تاني ألاقي نفسي بتعصب على أقرب الناس ليا، وبعدين أرجع ألوم نفسي بشدة. إيه ده؟ بصي، هو الصوت ده مش بيتكلم كلام عادي، يعني مش زي ما بنتكلم دلوقتي. هو بيتكلم بلغة تانية خالص، لغة المشاعر. دي اللي ممكن تبان إنها ملخبطة في الأول. يعني القلق مثلا، ده ممكن يكون رسالة معناها أنا خايفة من اللي جاي، من المجهول، أنا محتاج أحس بأمان. والتوتر اللي في الجسم ده، اللي شادد رقبتك وكتفافك، ده زي صدى للرسالة دي. الجسم بيقول أنا شايل كتير، أنا مرهق، محتاج ارتاح بجد. طب والعصبية دي ونفاس الطاقة بسرعة؟ أيوة، دي برضو رسالة، مش قلة ذوق خالص ولا ضعف شخصية زي ما ناس كتير بتفتكر وتفضل تلوم نفسها. لأ، دي زي ما بنقول كده الكوباية اللي اتملت على آخرها، خلاص فاض بيها ومحتاجة تترتب من الأول. والكارثة بقى إننا بنبص للمشاعر دي ونحكم على نفسنا ونقول أنا ضعيفة، أنا اللي فيا حاجة غلط. فبدل ما نشوف السبب ونعالجه، بنفضل نجلد في ذاتنا، والصوت اللي جوانا ده بيعلى أكتر وأكتر لأنه لسه محدش سمعه بجد. فعلا في قصة قريتها لواحدة اسمها سلمى بتلخص الإحساس ده بالظبط. يعني من بره تبان ناجحة في شغلها وحياتها تمام، لكن من جواها حرفيا حرب قايمة. دماغها دي ساحة معركة، طول الليل أفكار عن الشغل والولاد وكلام اتقال ومواقف حصلت، تحس إنها خلاص بتغرق وشايل هم الدنيا كلها. صح. وتصحى تاني يوم طاقتها صفر، وأقل موقف، أي موقف صغير ممكن يخليها تنفجر في اللي حواليها. بالظبط. والنقطة المهمة في حكاية سلمى دي، إنها نفسها كانت بتقول لنفسها طول الوقت أنا ضعيفة، أنا اللي فيا لعيب. لكن لما بدأت تفهم نفسها أكتر، لقت إن الرسالة الحقيقية اللي جواها كانت بتقول أنا مرهقة جدا، أنا حاسة بالوحدة ومحتاجة أمام. الفهم ده لوحده بداية مهمة قوي. طيب فهمنا الرسالة وعرفنا إن الإحساس ده مش ضعف، بس نعمل إيه؟ إزاي أوقف الدوامة دي؟ إيه الحل؟ بصي، الحل مش إننا نمحي المشاعر دي أو نلغيها، ده مستحيل ومش صحي أصلا، لأن زي ما اتفقنا دي رسائل مهمة. الحل إننا نغير رد فعلنا تجاهها، بدل ما نحاربها أو نهرب منها، نحاول نحتويها، نفهمها. وممكن نبدأ ب3 خطوات بسيطة جدا، زي الإسعافات الأولية كده بس للروح. يا ريت قولي. أول حاجة نقدر نسميها حضن النفس، خطوة بسيطة لكن تأثيرها قوي جدا. أول ما تحسي إن القلق بدأ يجي أو التوتر زاد، وقفي كل حاجة لحظة لو تقدري. حطي إيدك على قلبك وغمضي عينيكي ثواني، وخدي 5 أنفاس عميقة وهادية جدا. شهيق طويل وهادي من الأنف، وزفير أطول وأهدى من الفم. الحركة البسيطة دي بتبعت رسالة أمان فورية للجهاز العصبي، بتقلل حالة الطوارئ اللي الجسم بيكون فيها. دي سهلة قوي وممكن تتعمل في أي وقت تقريبا. تمام، إيه تاني؟ الخطوة التانية هي الفضفضة على ورق. يعني إيه؟ يعني خصصي لنفسك 10 دقايق بس، هاتي ورقة وقلم واكتبي كل اللي بيدور في دماغك بالظبط زي ما هو، من غير أي رقابة، أي تعديل، أي خوف من حكم أي حد، حتى حكمك على نفسك. فرغي كل الأفكار والمخاوف والقلق. لما الأفكار دي بتخرج من دماغك وتتشاف قدامك مكتوبة، قوتها وسيطرتها الوهمية دي بتقل كتير. كأن الواحد بيشوفها بحجمها الحقيقي بدل ما هي بتلف وتكبر جوه دماغه لوحدها. منطقي جدا. طب والنقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة هي قوة الانتصارات الصغيرة. القلق ساعات بيعمل إحساس بالشلل قدام المهام الكبيرة أو حتى العادية. بنحس إن المطلوب مننا أكبر من طاقتنا، فبنتجمد مكاننا. هنا بقى لازم نكسر الدايرة دي. إزاي؟ نقسم أي مهمة كبيرة أو حاسين إنها تقيلة لخطوات صغيرة جدا جدا، خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ فورا. يعني بدل ما الهدف يبقى أنا هرتب البيت كله، خليه أنا هرتب الدرج ده بس.
بدل أخلص المشروع الكبير ده النهاردة، يبقى هكتب أول فقرة بس أو هعمل أول مكالمة مطلوبة للمشروع. تمام. كل خطوة صغيرة بتنجزيها دي بتعتبر انتصار صغير، وكل انتصار صغير بيعلي ثقتك في نفسك شوية، وبيسكت بالتدريج الصوت اللي جواكي اللي ممكن يكون بيقول أنت فاشلة أو مش هتقدري. يعني بنبني الطريق خطوة بخطوة بدل ما نقف نبص على آخر الطريق ونخاف. دي خطوات عملية ومفيدة فعلا. بالظبط كده. والمهم كمان نفتكر إن دي رحلة، يعني المشاعر دي مش هتختفي تماما بكرة الصبح، لكن مع كل يوم بنحاول نطبق فيه خطوة من دول بنكتسب قدرة أكبر على فهمها واحتوائها بدل ما هي اللي تسيطر علينا. وكل يوم بنقرب أكتر لنفسنا الحقيقية، النسخة الأهدى والأقوى اللي جوانا. تمام قوي. يبقى خلاصة الكلام إن الإحساس بالانهيار ده مش ضعف، هو رسالة. وفهم الرسالة دي واحتوائها بخطوات بسيطة زي التنفس العميق والكتابة وتقسيم المهام هو ده مفتاح التعامل معاها. بالظبط. ودي ممكن نعتبرها خطوتنا الأولى مع بعض في بداية رحلة الوعد. مهمتنا هنا هي إننا نمشي سوا خطوة بخطوة عشان نكتشف القوة الحقيقية اللي جوانا كلنا. والقوة دي جزء كبير منها هو القدرة على احتواء ضعفنا وتقبله. الأسبوع الجاي ممكن نتكلم أكتر عن جانب تاني مهم ومرتبط بده، وهو نوبات العصبية المفاجئة وإزاي ممكن نتعامل معاها قبل ما تخرج عن السيطرة. أكيد متشوقين للموضوع ده جدا. لحد ما نتقابل تاني، أهم حاجة خلي الرحمة بالنفس هي البوصلة، ولما الصوت اللي جوانا يتكلم تاني نحاول نسمعه بفضول واهتمام بدل الخوف والقلق. ونفتكر دايما كل أنثى وعدت نفسها بالسلام الداخلي، وأكيد هي قد الوعد ده. سلام.